مساكم الله بالخير والإيمان. إخواني حبيت أسولف لكم هذه الكرامة البارحة حصلت، يعني قبل دفن السيد جاسم الطويرجاوي، قبل لا يندفن بنص ساعة. طبعا بالمناسبة هذه اليد اللي دفنت السيد أنا وأولاد السيد عدنان وسيد حسين وسيد عبد الهادي، بس اللي أشرفوا عن الدفن أنا وسيد عدنان وسيد حسين، وأني نزلت في نصف القبر مع السيد جاسم وتلقيت الجنازة بيدي، وهذا الشرف لي وتوفيق من الله. فالبارحة قبل لا تجي جنازة السيد بربع ساعة نص ساعة جابوا جنازة عليها راية وعليها كذا. الناس المشيعين ايش عبالهم؟ عبالهم هذا سيد جاسم، هذا اللي جابوهم خادم للحسين اعتقد ملا رادود. الناس عبالهم هاي منو؟ جنازة السيد جاسم. كلهم شيعوا الجنازة وصلوا على الجنازة وبشوا على الجنازة وزوروا الجنازة، بالاخير بالسماعة قالوا هذه جنازة ملا خضير. شوفوا هاي بركة سيد جاسم، ايش قد كريم لعد، اكرم هذا الرادود، هو ميت اكرمه بمن؟ بالزيارة، اكرمه بالدموع الشيعة ودموع الزوار اللي بجت عليه. هاي بركات سيد جاسم، واني علاقتي كلش قوية بسيد جاسم وبأولاد سيد جاسم، وخاصة سيد هادي صديقي من زمان. سيد هادي ونايمين انيا وماكلين سوا وشاربين سوا، ومن الممكن نسألوه همينه. فسيد جاسم علاقتي بعلاقة، مو علاقة سيد وعلاقة قارئ، لا، علاقة أب يشهد الحسين بما أقول. يعني أنا وسيد جاسم قاعدين سوا، نايمين سوا، ماكلين سوا. فسيد جاسم إخواني عجيب والله، ما أعتقد خطيب منبر حسيني يوجد الآن مثل فطرة سيد جاسم وإخلاص سيد جاسم. وأني منذ سنين طويلة يوميا أسمع سيد جاسم، يوميا هذه العين تبكي على أهل البيت باستماع قراءة سيد جاسم. فأخواني اللي أطلب من يمكم تقرؤوا له الفاتحة، تهدوا له ثواب، حتى لو مو إذا ما عندكم الصلاة على محمد يوميا اهدوا له، لأن هذا السيد يستاهل. والآن هو بجوار جده الحسين. وآني البارحة قلت الملا عمار الكناني وقلت الكثير من الخطباء والسيد الفالي قلت لهم حتى ما يستوجب ترى سيد جاسم تقروا له الصلوا له صلاة الوحشة، لأن سيد جاسم مو بحاجة إلى صلاة الوحشة. أكيد الإمام الحسين تلقاه، وأكيد في ليلة الوحشة يواسي الحسين ويقرأ له أنا يمك يا يمه مو بعيد، وشفت حسين من قطعة وريد. وقرأت على على قبر هذا البيت اللي عمره أكثر من 70 سنة، قرأته بس التصوير ممنوع كان، وثقته لكم. قرأت له يا حسين يا حسين شو بطل ونينك، وصد لي بعد أهلي بعينك. نسأل من الله يحشره مع محمد وآل محمد. ولا تنسوا بقراءة سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.